السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من وصفات أميرة. يا رب تكونوا بخير يا حبايب قلبي يا رب. اللي ما يعرفنيش أنا اسمي أميرة، وبقدم وصفات سهلة خالص وببسط الأمور على قد ما بقدر. يعني بقدم وصفات سهلة وما تكونش مكلفة في نفس الوقت، وكمان كل حاجة بنجيبها من بره بنعملها في البيت وبطريقة بسيطة وسهلة. لو عجبتك بقى القناة ما تنسينيش باشتراك وتفعيل الجرس عشان كل وصفاتنا السهلة توصلك بإذن الله. يا لوزة انت يا لوزة. يلا بقى ايه، نبتدي الوصفة بتاعت النهاردة، وهي طريقة المكشكشة. وطبعا احنا زي ما احنا عارفين ان هي كانت ترند جامد، بس انا اتأخرت عليه شوية عم اجيب لكم ايه الوصفة المظبوطة. انا بصراحة حبيتها قوي وهعملها على طول. يلا بقى نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبتدي الوصفة بتاعتنا. اول حاجة كده هعمل الشربات، والشربات بتاعي عايزاه يعني ولا تقيل ولا خفيف. هحتاج فيه كوبايتين سكر وكوباية ونص من المية وعصير من الليمونة. بس كده. عايزة تحطي الليمون في الاول زي ما انا هحط دلوقتي تمام، عايزة تحطي لما يغلي عادي مفيش اي مشكلة. وعلشان الشربات بتاعك ما يسكرش ما تحطيش فيه معلقة خالص. من اول لما بتحطي السكر والميه كده على البارد لحد البوتاجاز وما يغلي كمان ما تقلبوش، هيطلع معاكي ما شاء الله حلو ومش هيسكر معاكي. ولو فات كمان بتعني في التلاجة وزي ما انتوا شايفين. خلاص كده. هسيبه لمدة 7 دقايق بعد الغليان هيبقى ايه جاهز معاكي. هسيبه بقى ايه على جنب كده يبرد براحته، ويلا بينا نشوف الكريمة عملناها ازاي. بجد من افضل الكريمة اللي ممكن تعمليها وممكن تستخدميها في حاجات كتير. طعمها بجد خرافة. انا مانيش هبصوا مش هشكر فيها خالص، انا عايزاكم تجربوها. هي نص كيلو لبن بس وشوية مكونات كده بسيطة هتعملوها. يعني بجد حلوة قوي، واللي مش هيجربها هيفوتوا كتير. هنا بقى جبت نص كيلو من اللبن وحطيت 3 معالق من النشا، 3 معالق كبار من النشا. وهبدأ ان انا اقلب اللبن كده ايه على البارد لحد اما ادوب النشا خالص. انا هعمل الكريمة بتاعتي على خطوتين اتنين. خلاص كده دوبت النشا مع اللبن، حطيته بقى ايه على جنب كده. وجبت الكبة او الخلاط وشوفوا انا استخدمت ايه. حطيت نص كوباية من عصير البرتقال الفريش، وحطيت نص كوباية من اللبن السخنة، وكمان حطيت معلقتين كبار من اللبن البودر، وحطيت 4 معالق كبار من الزبدة، و4 معالق كبار من السكر البودر. بس كده. هي دي المكونات اللي احنا هنحتاجها. هقول تاني كده على السريع حطيت ايه. حطيت نص كوباية من البرتقان عصير البرتقان الفريش، وحطيت نص كوباية من المية السخنة. حطيت 4 معالق من الزبدة معلق كبار، وحطيت 4 معالق كبار سكر بودر، ومعلقتين 2 لبن بودر. كل ده في الخلاط او في الكبة. وبعد كده هجيب الخليط الحلو ده وهحطه على النص كيلو لبن اللي احنا ايه دوبنا فيهم ال3 معالق كبار من النشا. كده تمام. مكوناتنا سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة. ومش هحط فانيليا لان البرتقال كان مودي الكريمة في حتة تانية خالص. انت لو عملتي الكريمة دي لوحدها اصلا وقدمتيها من غير اي جلاش ومن غير اي حاجة بجد كان طعمها حلو قوي. جربوها. هنا بقى خلاص بدأت ان انا اجيب كل الخليط الحلو ده وهحطه بقى ايه على نار كده هادية لحد اما قوامه يتقل معايا شوية على نار وسط كده. وهبدأ ان انا اقلب لحد اما الاقي القوام بتاعه تقل معايا، والمضرب او المعلقة او اي حاجة بدأ ان هو يعلم في الكريمة كده، يبقى هي كده جاهزة معايا. انا هنا الكريمة مانيش عايزاها تكون سميكة، انا عايزاها تكون سايلة شوية كده. وهو ده بقى ايه القوام المظبوط اللي انا محتاجاه في الوصفة بتاعت النهاردة. وهبدأ ان انا ايه اغطي الكريمة دي باي كيس تلاجة علشان وشها ما ينشفش معايا، وتفضل حلوة كده ايه لحد اما نشوف هنعمل ايه ونحضر الجلاش بتاعنا. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. طريقة بسيطة ومكونات بسيطة. وانا بصراحة مانيش عارفة لحد دلوقتي الطبق اللي هو اللي انا هوريهولكوا دلوقتي ده بيتباع ب400 جنيه ليه. مفيش اي افتكاسية يعني في الحوار او في الموضوع. في الاول وفي الاخر اهو جلاش، هو طعمه خطير وهيوديك في حتة تانية خالص. بس في الاول وفي الاخر جلاش. هنا بقى ايه بتحطي الصينية او الطاجن او الاطباق اللي
اللي انا شارياها دي، وبتعلمي عليها كده وبتاخدي العرض بتاعها وبتقطعي الجلاش علشان يعني ايه يكون مقاسها مظبوط على الصينيه. هبدأ بقى ان انا جايبة الاطباق دي من عند العطار، والطبق كان بحوالي 3 جنيه. هبدأ بقى ان انا ايه ادهن عندي هنا سمنة تكون سايحة، ويستحسن ان هي تكون سمنة نظيفة كده وطعمها حلو، وعشان تبقى تدي للجلاش بتاعك ايه طعم حلو كده وريحة حلوة. هبدأ ان انا بقى اجيب الجلاش بتاعي، وطبقة طبقة او ورقة ورقة، وهدهنها واحطها في قلب الطبق اللي موجود عندي، او الصينية او طاجن، اي حاجة بقى زي ما انت عايزة. انا حبيت الاطباق دي قوي في التقديم، شكلها حلو زي ما يكون يعني جايباها من بره، ومش غالية يعني ولا اي حاجة. هنا بقى هبدأ ان انا كل ورقة ادهنها زي ما انا قلت لكم، وهبدأ ان انا احطها فوق بعضها كده من غير اي حاجة، واحاول كده ايه اعمل حرف في الجوانب علشان لما احط الكريمة بتاعتي يبقى فيه ايه حواف كده من الجوانب. هعمل حوالي 4 طبقات من الجلاش. خلاص كده هبدأ بقى ان انا ايه ادهنهم سمنة كده من فوق، عشان ايه نخش في المرحلة اللي بعد كده، وهي ان احنا هنضيف الكريمة. وخلاص كده يعتبر ايه خلصنا نص الطريق، ولسه ايه النص التاني، وعما نوصل للنص التاني ما تنسونيش بقى باللايك الحلو اللي زيكم كده، ودعوة حلوة من قلبكم، ولكم بالمثل ان شاء الله. ونخش في الموضوع تاني. خلاص كده هبدأ ان انا اجيب الكريمة واحطها على الجلاش. بجد الكريمة كان طعمها حلو اوي، زي ما انا قلت لكم ممكن تحطوها في وصفات كتير، يعني هندخلها الفترة الجاية في وصفات كتير. الريحة كانت طالعة كده ما شاء الله، عجبتني قوي قوي. يعني بألف هنا للي هيجربها. وهنا بقى هبدأ ان انا ايه اكشكش الجلاش، وكل ما تكشكشي اكتر كل ما الجلاش هيطلع معاكي شكله حلو اكتر. كشكشي هيطلع حلو، كشكشي هيطلع حلو. يعني ايه ظبطي كشكشتك كده، وهاتوا العيال تكشكش معاكي، وكلكم كشكشوا سوا، عشان ايه الدنيا تبقى مكشكشه وحلوه زي الفل. ونخش بقى ايه في الجلاش، عشان ايه شكلنا كده ايه لخبطنا الدنيا. هنا بقى خلاص بدأت ان انا اكشكش الجلاش زي ما انا قلت لكم، وكل ما تضيقي الكشكشه هتطلع معاكي شكلها حلو ومرتبه كده. خلاص كده اوريكم ورقه تانية. بجيب الورقه كده وبدهنها سمنه من فوق، وبتتنيها بقى ايه من الطرف كده، وبتضمي الورقة الجلاش على بعض، هيطلع معاكي الشكل المكشكش الحلو ده. وهكذا عملنا المكشكشة، عشان كده سموها المكشكشة. ولسه هيطلعوا لنا ترندات اكتر واكتر، واحنا معاكم هم نشوف. بس بصراحة عجبتني، هفضل اقول من اول الفيديو لاخره عجبتني. وكمان استنت لتاني يوم في التلاجة، انا حبيتها ساعة اكتر واكتر كمان. يعني لما فضلت في التلاجة كده لتاني يوم بصراحة تاكليها هادية كده على القلب كده، تاكليها بتوديك في حتة تانية خالص، بتسفرك بلاد تانية خالص وانت قاعدة في مكانك. هنا بقى خلاص جبت السمنة كده ومن على الوش كده وبدهنها، ومحضرة الفرن بتاعي، وهدخلها لحد اما وشها يحمر، وارضيتها برضو تحمر كده تديني لون حلو كده. بس حاسبه لان الجلاش زي ما انتوا عارفين ما بياخدش اي وقت خالص في الفرن، يعني يعني حوالي 5 دقايق كده هتكون ايه جاهزه معاكم. ما تعلوش النار قوي من فوق عشان ما تتحروقش، يعني هدوا النار كده عشان تاخد معاكم اللون التحفه ده. وخلاص كده بقى ايه بتجيبي الشربات اللي انتي محضراه وبتحطيه على الجلاش. بس ما تكتريش بقى ايه وتنسي نفسك وتكتري، لان احنا حاطين سكر بودر في قلب الكريمة اللي احنا عاملينها، فانت ايه ما تكتريش عشان ما تبقاش مسكرة قوي. والمفروض بقى ايه نحط لها فستق وحاجات كده من فوق، بس مش عندي. جبت بقى سوداني كده، كان عندي شوية سوداني كده من بتوع العيد، وقلت مقشراهم ومكسراهم تكسيرة بسيطة كده ايه وحطيتهم على الوش. وبصراحة كان طعمها خيال، كان طعمها حلو قوي بجد. والطبق التالت بقى ايه قلت ايه مش هعمله المكشكشه، وهعملها العاديه خالص، وعملتها عاديه وهوريها لكم كمان شويه. شفتوا قد ايه حلوه، مقرمشه كده من فوق، وواخده لون حلو من فوق ومن تحت، وطريه قوي من جوه.
يعني طريقة سهلة وبسيطة وكمان اقتصادية. يعني احنا ما استخدمناش اي حاجة في قلب الكريمة بتاعتنا الا نص كيلو من اللبن وبس. يعني حاجات بسيطة خالص يعني، ومكونات موجودة في كل بيت. وما شاء الله يعني عملت لي 3 اطباق حلوين. بصراحة حلوة. دي بقى كنت عاملاها بالطريقة اللي هي العادية اللي مش بكشكش ولا اي حاجة. كنت بحط الورق كده ايه فوق بعضه عادي خالص، وقطعتها قبل اما ادخلها الفرن. تقطعي كده لو انت هتعمليها بالطريقة العادية دي، تقطعيها قبل ما تدخليها الفرن، لانك لو دخلتها الفرن مش هتعرفي تقطعيها بعد كده. ورشيت عليها برضو ايه شوية سوداني كده، وعلشان ايه التزيين والشكل، وكمان بيبقى الطعم حلو. هنا بقى كنت بوريكم قد ايه المكشكشة طالعة كده دايبة كده من جوه، ولونها يعني لونها حلو من فوق ومن تحت، وطعمها كان خطير. انا بتمنى من قلبي انكم تجربوها وتجربوا الوصفات اللي انا بقدمها لكم. يعني خدوا الوصفات من اختكم عن ثقة بجد. هنا بقى خلاص وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى من كل قلبي ان الفيديو يكون عجبكم، ووصلنا لكم المكشكشة اللي هي الترند بطريقة سهلة وبسيطة وكمان اقتصادية. سهلة خالص ومخدتش اي وقت، وهتكون اوفر ليكي بكتير بكتير من انك تشتريها من برا. كل حاجة هنعملها في البيت زي ما اتفقنا، مش هنشتري اي حاجة من برا. والمكشكشة دي طالعة من مصر، ومش عارفة بقى وصلت لكم لحد فين. كل واحدة تقولي المكشكشة وصلت للسودان، لفلسطين، العراق، كل واحدة تثبت وجودها ببلدها. ولو عجبتكم المكشكشة بتاعتنا ما تنسيش بقى ايه تدعولي دعوة حلوة كده، يعني ما تبخلوش عليا، ولكم بالمثل ان شاء الله. وان شاء الله قنواتنا تكبر كده بإذن الله، هتكبر بيكم بإذن الله، لانكم انتوا اخواتي وبتحبوا الخير للغير. ربنا يكرمكم بإذن الله. هنا بقى اقدر اقول لكم مع الف الف سلامة، واستنظروني بقى ايه الفيديو الجاي بإذن الله. اشوفكم على خير يا حبايب قلبي. مع الف 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 سلامة، واسيبكم ايه شوية كده ايه مع المكشكشة بتاعتنا. سلام.